عمرك كنت تعرف ان الماس او الالماظ او الدايموند ده معمول اصلا من كربون؟ تعال احكي لك. الماس والفحم ايه وجه الشبه بينهم؟ الاتنين معمولين من ذرات كربون، تخيل. بس الفرق ان الفحم كربون متعرض لحراره، اما الماس كربون متعرض لضغط عالي جدا، فبيتعمل له عمليه اسمها كريستاليزيشن. وطبعا انت عارف ان الكربون ده مفيش اكتر منه في دنيتنا اساسا، وده معناها ان الماس كتير، وده اصلا بالاضافه ان احنا بنقدر نصنع ماس، ده كربون مضغوط. ايه اللي في كده؟ على الجانب الاخر لو قلت لك على حاجه زي الدهب، حاجه مش بتبوظ مع الوقت، قليله ونادره، عشان كده غاليه بالاضافه لشكلها الجذاب، ده غير ان العلم الحديث اثبت ان احنا ما نقدرش نعمل ذهب. طب اكيد انت بتسال ليه بقى الماس غالي كده، اغلى كمان من الذهب؟ الاجابه ببساطه جدا هي شركه دبريز اللي محتكره جميع مناجم العالم بتاعه الماس، والشركه الوحيده اللي بتبيع عالميا الماس الطبيعي. وطبعا مفيش منافس، والحاجه عليها طلب، يبقى بقى اسعر براحتي. فنصيحه بقى كده على الماشي، عاوز تشتري مجوهرات اشتري ايميرالد او ذهب اللي قيمتهم اعلى ونادرين اكتر بكتير واسعارهم ارخص. وسيبك بقى من بتاع الكربون ديت. وبس كده النهارده، شكرا وسلام.